ايه؟ قالك ايه؟ نكديه وبومه وما تطقيش. يا لهوي، وانتي قلتي له انت راجل عيشتك تقصر العمر وبوس فقر. يا حول ولا قوه الا بالله. طب وبعدين يا رجاله انتم يا ستات انتم، ما بقاش في ست عارفه تفهم الراجل ولا راجل عارف يفهم الست. خلاص كده بقيتوا واقفين لبعض على الواحده بتتلككوا على النفس. ده انا بقيت اسمع شكاوي المتجوزين اكتر ما بسمع صوتهم. هو ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ ما طبيعي هسمع صوتهم وهما بيشتكوا. لا 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 لا، دول دخلوني في حالة تروما وسدوا نفسي. يسعد مزاجكم، هو ده موضوعنا اللي هنتكلم فيه النهاردة. أنا سامية صبري وده برنامج على السبرتاية. يلا بينا نشوف الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة. هنتكلم عن المشاكل اللي بتحصل ما بين المتجوزين القدام والجداد كمان، وهل المشاكل دي ليها حل ولا لا، والمشاكل دي بتبقى ليها مبرر ولا بتبقى كده هوبا فجأة. بصوا كده وركزوا معايا الموضوع بيبدأ ازاي. الراجل يرجع من شغله شقيان وتعبان وعايز يرتاح يقلب امه، ومش قادر يضحك حتى للرغيف السخن. وفي نفس الوقت الست كمان بتكون تعبانة ومتبهدلة طول النهار زي النحلة، وبرضه مش قادرة تضحك للرغيف السخن. يجوا بقى أول ما يشوفوا بعض، ده مش قادر يتكلم ودي مش قادرة تتكلم، فالاتنين يلبسوا الوش الخشب لبعض ويتلككوا لبعض عن نظرة. الراجل يفضل ساكت ومش بيتكلم وباصص في تليفونه، تردي تقولي له لا لا. ادي قفش. والست تفضل تغل وتشيل في نفسها وتفضل مبوزة، ودماغها تفضل تفكر تتخانق معاك بسبب ايه بالظبط. مع انكم عارفين لو الست قدرت دخلة جوزها عليها وهو راجع من الشغل تعبان وابتسمت في وشه وقالت له الحمد لله على سلامتك، مش محتاجه حاجه يعني. ولو الراجل قدر وقفة مراته وتعبها في البيت طول النهار علشانه وعلشان الولاد وقال لها ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي تعبينك معانا، الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ خلاص كده اليوم هيعدي حلو وجميل ومفيهوش مشاكل. الرجالة شقيانة وعايزين اللي يداديهم ويعملهم بالراحة، والستات عايزين يسمعوا كلمة تقدير مع كلمة حلوة. فهتلاقوا الموضوع كله بيتقلب من نكد لحب وتقدير في كلمتين. يعني لما يرجع من الشغل بلاش تقابليه بكلام هو ما عندوش طاقة يسمعه، والعيال قالت والعيال عملت، هدي الدنيا شوية عليه يا فوزية. هو جاي من تعب علشان يرتاح مش علشان يسمع شكاوي. استني عليه شوية. وانت لما ترجع بلاش تحط وشك في التليفون وتسكت ولا كأن لسانك معقود. ويا ريت لما تبدأ تتكلم والعقدة تتفك من لسانك بلاش تبص لها وتقول لها شكلك عامل كده ليه، لبسك عامل كده ليه، كلامك عامل كده ليه. ما تحل عن سماية يا اخي، انت ما فيش وراك غيري ولا ايه؟ شوية دلع هيفكوا الدنيا وهتلاقي جورجينا قدامك. لو حصلت مشكلة مش لازم نقف لبعض على الواحدة ونرد كلمة بكلمة. لو شفتيه عصبي ابعدي انت شوية، روحي المطبخ اعملي كيك. ولو شفتها عصبية ممكن تهديها شوية، مش لازم تتخانق معها أكتر. واحدة واحدة وبلاش تستقوى عليها، ده هي وقت ضعفها بتسيب الدنيا كلها وبتجيلك. ده الرسول وصاكم علينا عليه الصلاة والسلام وقال استوصوا بالنساء خيرا. الراجل عند الست ده حاجة كبيرة قوي قوي، فاوعى تهز الصورة دي عندها. الحياة بتبقى أسهل لو اتنازلتوا قدرتوا واحترمتوا بعض. وبس كده، ودي كانت نهاية جوازتنا، أقصد حلقتنا، وأشوفكم على سبرتاية جديدة ودمتم رايقين.